ايوه، انا اللي عملت صلصة المستعجلين. بصي الجمال، شايفة الحلاوة؟ اتحداكي لو كان حد عملها زي كده ما فيهاش ولا نقطة مية. انا طول عمري بعملها بنفس الطريقة. بصي بقى، هتسهل عليك المطبخ وتسهل عليك الطبخ وتسهل عليك الاكل. يا دوب تحطيها مع الخضار وشوية شوربة وخلاص، ومعلقة السكر اوعي تنسيها. بتخليلك الاكل ايه هايل وما تاخدش وقت. ما هي متسبكة، بصوا يا بنات، ولا نقطة مية. متسبكة متسبكة. وايه، وعملتها ولا بصلة ولا زيت ولا سمن ولا ملح ولا توابل ولا اي حاجة في الدنيا. بصي بقى يا ستي، انا بعمل ايه؟ كل ما انزل والاقي قوطه حمرا كده اروح شاريه. بس المهم تكون حمرا وسعرها معقول. اروح شاريه كميه. ايه اللي الاقيه بقى؟ اشتري 5 6 10 4 3 زي ما اشتري. دول كانوا كميه مش كتير، يا دوب كانوا بتاع يجي 3 كيلو بس. تمام كده، اغسلها وانشفها في الفوطه واروح حطها في الفريزر. بعد يومين ابص الاقيها عامله زي الحجر كده. بصي طوبه، اديني بخبط عليها عامله زي الطوبه. اروح حطها في المصفى من بالليل لحد تاني يوم الظهر. اجي تاني يوم، بصي المنظر، هتبقى طريت ونزلت ميتها، الميه البيضة مش الميه الحمراء، ومكشكشه كده زي ما انت شايفه. عايزه تقشريها، ما بتحبيش القش، خلاص قشريها، تتقشر معاكي بمنتهى السهوله. انا شخصيا ما بحبش اقشر الطماطم بصراحه، او القوطه. انا ما بحبش اقشر القوطه، بحب اضربها كده. تمام كده، قوليلي تمام كده يا ست الكل، يلا وعلقيلي بقى باحلى لايك. لا انا عايزه قلب احمر. تعليقه حلوه كده، تعليق جميل افرح بيه، ولايك، وشيري لحبايبك واخواتك. بصي اروح ضربها في الخلاط من غير ولا نقطه ميه، وانزلها في الحله واحطها على النار. تاخد وتدي كده مع نفسها، وتفضل تبخر في الميه بتاعتها، تقعد زي ما تقعد مش مشكله. بغطي الحله وبتبخر الميه، يعني هي ما بتقعدش كتير قوي. بصي بقى تطلع عامله ازاي. اديني حطيتها في البوله دي بقى بحطها في التلاجة واقعد اسحب منها بقى. لو كميه كبيره بحطها في اكياس تلاجة واقفل الاكياس وايه، وارصها كده متبططه في الفريزر. الكيس على قد الاكله. لو كميه بسيطه زي اللي انا عاملاها كده، دول بتاع يعني تقريبا 3 كيلو، دول بروح حطاهم في التلاجة. عايزه اعمل مكرونه بسرعه، الولاد عايزين يتعشوا مكرونه، هي هطبخ تاني يوم هعمل خضار، تبقى سهله قدامي، ما اطلعش بقى من الفريزر. واخده بالك؟ جميلة جدا وهتسهل عليكي كل حاجة. الطماطم يا بنات، طالما متصلصلة كده تسهل عليك. تيجي من الشغل ما تحتاجيش وقت بقى كبير ان انت تضربي القوطة في الخلاط وتستني عليها لما تتسبك وتحطيها على الخضار ومش عارفة ايه. لا لا لا، دي سهلة جدا. هتحطيها مع الشوربة او مكعب المرق وشوية مية والخضار وتمام التمام. فوتك بعافية.